السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. ده يومنا بعد البيتزا. او كلنا البيتزا بقى نقوم نغسل المواعين. زي ما انتوا شايفين كده، دولت المواعين بتاعت مكان ما كنت بعمل البيتزا. وكان عندي طبقين بردك في الحوض وكده مكان. فدلوقتي بقى هغسلهم وهنروق المطبخ مع بعض وشوف هنعمل ايه. صلوا على النبي يا جماعة كده واستغفروا وحطوا لايك. شوفوا بغسل المواعين وانا متضايقة من نفسي. كنت بقول يا رب المواعين تموت. دلوقتي بقى زي ما انتوا شايفين، بدأت بالصحن الأول وبعد كده بقى هبدأ بالصواني والحاجة. والله يا جماعة كانت صينية بيتزا، مش عايزة أقول لكم. مطبخي ضيق بقى يا جماعة، معلش. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. معانا روتين حلو في المطبخ بقى، وهنشجع ونغسل البوتاجاز والرخامة ومولنا طويل. والله حاسة إن أنا كنت متضايقة من نفسي اهو. أنا بقى كنت بستغفر اهو. طب بقى طقم التوابل، وراح امسح الحته اللي هناك دي كلها كده، انزل اي حاجه فيها نطرت مني، عفرايه، اي حاجه بقى قديمه كده عشان الدبان والعنبوش كده. امسح المنظم بقى. المنظم ده 3 ادوار، جايبه له الكوبايات للكاسات كده يعني. حاطه الكاتل بقى وحاطه الطبق الازاز ده ورا. امسح الكاتل برضك بالفوطه عشان لو حاجه نطرت عليه. ودلوقتي بقى بمسح طقم التوابل اهوت، بنضفه اهوت. همسحه من بره ومن جوه برضه، واحط علبه فيه كده زي ما انتوا شايفين. احطه مكانه تاني بقى. دي صفاية المعالق برضك همسحها من بره، وهحط ارص فيها الحاجة عدل بقى وهحطها مكانها. مم. زي ما انتوا شايفين كده. هنا بقى البتاع بتاعت الوردة ديت برضك هغسلها انشفها، والكوستر بتاعها. وهنغسل هنا الرخامة بالسلكة بقى داير ما يدور كده بالحب كله، وارش شوية مية وانزل المية اهو. الفوطة دي اتهلكت معايا والله. الفوط دي جميلة جدا يا جماعة للمطبخ والله. زي ما انتوا شايفين كده. كده بقى اغسل الحلة. الحلة ما بحبش اغسلها غير بالصابون الاخضر، بحس ان هي بتبرق كده. زي ما انتوا شايفين كده اهي الحلة. ده كان برطمان نسكافيه. فغسلته بقى ايه، كنت حاطه فيه ميه ببريل وكده وغسلته، وقلت عشان لو انا احتاجته في حاجه يعني. زي ما انتوا شايفين كده. الحله بقت بتلمع معايا، بس براحه نفسيه كده. شفتوا الارض. جبت بقى الشرشوبه بتاع او المساحه بتاع الجردل، وهلمهم في جنب كده، وبعدين هكب ميه واشد بالمساحه وافرش السجاد. اغسل البوتاجاز الاول قبل ما افرش اهو. كده بقى ده البوتاجاز.
نوع البوتاجاز نوع يونيون اير، لسه شاريه بقالي حوالي شهرين. اول لما جيت اركب الغاز الطبيعي اشتريت واحد، القديم بتاعي نزلته لحماتي، كان 5 شعلة بردك يونيفرسال، كبير زيه كده، نزلته لحماتي واشتريت لنا واحد جديد. ده جايبه بحوالي 9000، 9000 يونيون اير. بس الميزة بقى فيه ان يونيفرسال اللي كان عندي كبير، فرنه كبير، كان بياخد اكبر صينية من صينية الحلويات. دوت مش بعرف ادخل فيه غير الصينية الالومنيا اللي حضرتكم شايفينها في المواعين الكبيرة دي، ومش بتخش كلها كمان، طرفها بقى على الشبكة. بس هو كولع واستخدام حلو، في مروحة و... والبتاع، وجاي معاه صاج واحد وشبكة واحدة. التاني كان جاي معاه صاجين، الصاج اللي هو الاساسي والصاج كمان وشبكة وشواية. فطبعا الحاجة القديمة لا يعلى عليها طبعا، والحاجة اللي محافظتش عليها واتهلكت مش هتعرفي تجيبها تاني، لان الحاجة بقت الطقطقة ايه زي ما انتوا شايفين كده. طب ايه اللي انا كبته من لسه الكاتشب ده؟ مش كاتشب، ده مزيل دهون سايب، بجيبه وبحط منه وبدعك بيه بالسلكة زي ما انتوا شايفين كده. هنا بقى دي المواعين اهي، هصفها وارصها مكانها. وهنا الدنيا معايا بقت تمام، والدنيا بقت تمام خلاص كده. كمية الراحة النفسية يا جماعة. حوض بيبرق وخامته نضيفة. هنا بقى جبت شوية كلور على شوية اريال، وجبت فوط المطبخ وهبلها شوية، وهبقى ارجع اغسلها تاني، عشان طبعا لو فيها زيوت فيها اي حاجة كل ده برضك هدعك برضك بالصابون الاخضر عليها كده، عشان لو فيها اي حاجة تنزل في قلب المية تبقى منقوعة شوية بقى، وهبقى ارجع اغسلهم انا واشطفهم تاني واعلقهم زي ما انتوا شايفين كده. والله يا جماعة، طول ما ايدك في حاجتك وبتدوري عليها وبتنضفيها هتلاقيها. طول ما انت مأهملة بقى اكيد طبعا مش هتلاقي حاجة. زي ما انتوا شايفين، وديت كده كان المطبخ اهوت، فرشت السجادة، وهنا المواعين نقلتها على ما ارصها، وهنا انا بركبها غاز طبيعي، ده الماسورة بتاع الغاز الطبيعي. وهنا بقى طلعت كان عندي هدوم زي ما انتوا شايفين، حطيت اول دور ومرضتش اكتر عليكم معاها بقى، وانا هخلص عشان الفيديو ما يبقاش طويل. وكده كان يومنا النهارده والروتين بتاعنا. وقولي لي ايه رأيك بقى، وحط لي لايك ودعوة حلوة منك او كومنت منك بيساعدني. واشوفكم على خير بفيديو جديد ان شاء الله. ويا رب يا رب اي حد يحط لي اي كلمة من باب جبر الخواطر، ربنا يجبر بخاطرك ان شاء الله. ولك بالمثل اي حد. وشكرا شكرا شكرا لاي حد بيكتب لي اي دعوة حلوة في الكومنت، او بيقول لي اي حاجة تسعدني وتفرحني. انا ببقى مبسوطة قوي بتعليقاتكم ليا. وكده يكون الفيديو بتاعنا خلص، وهشوفكم على خير في فيديو جديد. مع السلامة.